كل واحد بيجيله في يوم شد في عضله في ظهره وبينزل الصيدليه اول حاجه يشتري لزقه. ايه قصه اللزقات دي؟ اكتر حاجات بتستعمل في مصر 3 انواع من اللزقات. اللزقات اللي فيها دواء زي الديكلوفيناك ايبولامين، ولزقات تانية اللي فيها دواء اسمه كابسايسين اللي هو مكون من مكونات الشطه او الفلفل الحراق، ودي اللزقات الاكثر انتشارا اللي هم زي لزقه النمر والحاجات المشابهه ليها. والحاجه الثالثه اللزقات اللي فيها ليدوكين او بنج موضعي. احنا دول ما بنكتبهمش كتير، في لزقات اخرى كمان بتاعه علاج الالم بيستعملوها اكتر دكاتره التخدير في عينين الاورام، لكن خلينا نتكلم على نوعين اللزقات اللي بنستعملهم. هي ايه فكره اللزقه اللي فيها كابسايسين دي او شطه او كده؟ الفكره ان اللزقه دي لما احنا بنحطها على العضله، هو المخ عنده اولويه انه يستقبل من الجلد، لان الجلد هو خط الدفاع الاول. فلما يبقى انت عندك شد في عضله، العضله دي هتخف في خلال اسبوع او اسبوعين لوحدها. فلما بتحط اللزقه المخ بيتلخم في السخونه اللي اللزقه عاملاها لحد ما العضله تفك. مشابه جدا للدهانات والحاجات اللي بتسخن او بتسقع زي الايسي هوت، زي الديب فريز، زي الفروست، زي البايو فريز، او زي الديب هيت. كل اللزقات دي اللي بتسخن او تسقع فكرتها تعتمد على حاجه واحده اللي هي الكاونتر ايريتيشن، او انها تلخم المخ في حاجه مختلفه عن المرض لحد ما المرض يخف. فلو عندنا حاجه هتخف في خلال اسبوع اسبوعين لوحدها، اللزقات دي بتبقى مفيده جدا ان هي بتلخم المخ، فانت ما بتبقاش حاسس بالوجع، تتحرك براحتك شويه، الوجع اقل شويه اثناء اليوم لحد ما القصه تخف. لو عندك مرض مش هيروح، يعني محتاج علاج او هيقعد شهر ونص شهرين، في الحاله دي اللزقات دي مش هتنفع. طب امتى هنستعمل اللزقات التانية الصغيره بقى اللي فيها دواء زي دواء الديكلوفيناك ايبولامين، زي الفلاكتور او ليبراديكلان او الكافنتاك اللي هي فيها كيتوبروفين؟ دول بيستعملوا في التهاب الاوتار عاده في الحاجات السطحيه زي الكتف، زي الكوع، زي الرزغ، زي الركبه، زي الانكل. الحاجات السطحيه ينفع نستعمل فيها اللزقات، ودي بتبقى لزقات صغيره تشتغل لمده 12 ساعه بس، ودي مختلفه عن اللزقات التانية اللي فيها الشطه. انا دكتور شريف خالد، استاذ جراحه عظام في القصر عيني، وتابعوني اكتر في الفيديوهات عشان اقول لكم نصايح اكتر للعيانين.